السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإماري والحمد والعصافير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة اللي هي التغذية يا جماعة. والأكل بتاع اليمام مهم جدا. ليه؟ عشان امبارح عند واحد صاحبي كان بيوريني جوزين عنده شغالين، بيقول لي مرة واحدة قطعوا، يعني الشغل عنده بطن وواحد بطن والجوز التاني بطن. جيت أطلع بيقول لي مش عايزين يبيضوا، يعني مؤخرين واحنا في الموسم وكده، فعايز اشوف لهم حل وكده. فجيت اطلع ابص عليهم، بصراحة لقيتهم صدرهم ده مفيش غير سلسلة عظم. يعني الصدر ده بيبقى طبعا معروف اللي هو فيه كفين كده لحم يمين وشمال، لقيتهم السلسلة العظم واقفين بقى نافشين ريشهم وكمشانين. قلت له دول يعني عايزهم يشتغلوا؟ طبعا انسى اللي هما يشتغلوا، لازم 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 اوصلهم هما لدرجة الشقف الجامدة يعني. بيقول لي اصل انا بحط لهم يوم ويوم، وساعات بحط لهم مره في اليوم، وساعات ما بفضلهمش. قلت له لا، يبقى انت ايه، ما تربهمش احسن. قال لا، ما انا بحبهم. المهم يعني في كل الكلام ده تلخيص اللي هو ما بياكلش كتير. ده ما بتاكلش كتير او ما بتاكلش مظبوط ومظبطهم في الاكل بتاعهم، يبقى ما تسالش عن شغل او عن تفريخ او عن صحه كويسه. بصوا يا جماعه، ما شاء الله الفرد بيبقى عامل ازاي، معدته مليانه اكل وصدره ملفوف وريشه بيبقى ناعم ومش نافش ريشه او مش تعبان. كل ده بيأثر عليه طبعا، سواء تغذيه سواء بيض سواء اي حاجه. اهم حاجه التغذيه يا جماعه عشان يديك بيض ويديك زغاليل. احنا مش عايزين غير كده. وانت بتقول انا عايز الحق الموسم، تلحقه فين وانت ما بتاكلش خالص؟ يعني التاكيل ده لازم اساسي. يعني شوفوا حطيت لهم الكلفه وكلوا شبعانين وتم التمام، وينقروا شويه ويقعدوا شويه. وادي ما شاء الله مسافه محطات القش وموفر لها الميه والاكل وصحتها كويسه، بتلاقيها على طول حضنت اهي. يعني هتلاقي بيضة اول اهي، ما شاء الله تبارك الله، بيضة اول بيضة اهي. ما بنتكلمش وخلاص اهي. لازم يا جماعة التغذية السليمة، لازم يا جماعة التغذية السليمة، التغذية السليمة اللي يخليك تلحق الموسم وتخليك يشتغلوا ويخليهم يبيضوا. ما شاء الله أهم حاجة التغذية. ادي الكلفة قدامهم اهو. انت مثلا مش فاضي طول النهار، طول النهار مش فاضي، شغلك يعني ايه بيخليك تضطر ان انت ما تفضاش. تبقى حاطط لهم مثلا علبة مليانة زي دي، مثلا أكلت العصافير الكبيرة مش هيخلصوها. مثلا حبيت في الشغل حط لهم مثلا علبتين. الحاجات دي طبعا قبل ما تكون هتديك اي حاجة لازم تكون واكلة عشان ميبقاش حرام. اول حاجة تبقى حرام وهتتحاسب قدام ربنا. تاني حاجة انت كده بتضيع الفرد وبتضيع الموسم بتاعك وبتضيع الانتاج خالص، بتعذبهم معاك. فسيبهم بقى، لبحهم لصاحب نصيبهم، لا اما تراعيهم. ومش صعبة يعني، ده هي مية واكل ومفيش اي مشاكل. اهو يا جماعة اهو واكل وما شاء الله بياكل زغلول اهو. اهو التغذية السليمة اللي محطوطة، يعني شوف هو واكل ما شاء الله وبياكل زغلوله ولسه الأكل محطوط اهو. هتقول انت لسه حاطه؟ لا، ده انا حاطه من شوية اهو. ما شاء الله تبارك الله. لازم تبقى الفرد قدامك مساحة كويسة. شفت غير كده يبقى انت بقى انت اللي بتدمر نفسك في الشغل بتاعه. اهم حاجة التغذية. غير كده مش هتلاقي ولا انتاج ولا هتلاقي صحة، وممكن يموتوا منك. يعني هو مثلا الشقفة اللي اتشقفها اليمام اللي عنده المعضمة أوي دي صدرها دي، يعني هي هتخف وممكن ما تخفش، بس بتخف بقى بصعوبة. لازم بقى فيتامينات ولازم كلفة ولازم ممكن الحاجات معينة بقى اللي تاكلها. لازم تاكل عدس ولازم تاكل علف ولازم تاكل كده حاجات بحيث ان هي ترم على طول. لازم البروتينات تبقى عالية فيها، غير الكلفة وغير الذرة العويجة وغير التسمين وغير الحاجات دي. فانت فصاحبي يعني واصدقائي كلهم و... يعني عايز اقول لكل الناس اللي اهم حاجه التغذيه يا جماعه. ما شاء الله التغذيه لها عامل اساسي زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله الشغل وياكلوا الزغاليل كويسين. مش معقول هيكون هو شغال مش معقول هيكون هو شغال طبعا وهتلاقيه مره واحده قطع. لا، طالما هو متغذي ومظبوط وتم التمام مفيش اي مشاكل فيه، هتلاقي مديك انتاج مره واتنين وتلاته، وتلاقي الزغاليل لسه ما كبرش قد دي وتلاقيه بيحضن على قش تاني. يعني انا الجوز ده عندي ما شاء الله هم الزغاليل بدأت تاكل لوحدها وبدأوا يتنقلوا من مكان لمكان وينزلوا ويطلعوا. لو حطيت قش ما شاء الله تبارك الله هتلاقيهم باضوا، وهوريكم ان شاء الله في فيديو كده وانا هحط لهم قش
ازاي النتاية بتحضن وازاي الدكر بيزوف عليها اهو، وهتلاقوهم ايه باضوا ادي ايه، مش بايضين ولا في اي حاجة. ان شاء الله اول ما نحط الاكل نحط الاكل ماشي، نحط الاكل مظبوط وتمام التمام، ونحط القش بعدها، تلاقي كل حاجة زي الفل، وتلاقيهم باضوا وتلاقيهم اشتغلوا. انت البني ادم ذات نفسه لو ما كلش وما تلاقوش واكل وشبعان، مش هتلاقيه قدر يمشي ولا قدر يشيل ولا قدر يحط ولا قدر يودي. الحاجات دي كلها ملزومة بالتغذية. كده مش عايزين نخلي الواحد يكلف نفسه كلفة غالية والحاجات غالية، مش عايزين نكلفك أكتر من كده، فيتامينات وعلف، والعلف بيقولك ب22 و23 و25. فاحنا مش عايزين نوصل لدرجة اللي احنا اللي بنتعب نفسنا بنفسنا. والأمر سهل وبسيط، مفيهوش أي مشاكل، مفيهوش أي ضلعة، مفيهوش أي قصة، مفيهوش أي حاجة خالص. هي تستصعب عنك اللي انت ايه تأكلهم. يبيت في الشغل ماشي، حطلهم علبتين وحطلهم أكل. تصحى مثلا الصبح بدري مثلا وتيجي تأكلهم مرة واحدة في اليوم، املى العلبة أكلة زي دي مثلا اهي بتاعت عصافير، املاها لهم للآخر وسيبها لهم، مش عمرهم ما يخلصوا. هتيجي تلاقي فيها أكل، تلاقي فيها أكل، انت بقى ايه زودها وسيبها. لكن ما تسيبهمش، حرام عليك يوصلوا للدرجة دي. لما سابوا عليا بصراحة يعني حاجة فظيعة. رحنا جبنا له امبارح، عملت له كلفة كده اللي هي ايه بتنجز على طول، هقولها لكم. جبت له عدس اصفر وعدس بجبة وعلف تسمين و... وبسلة وقمح وفول. يعني عملت له الخلطة دي بحيث ان هم ايه ياكلوها، بحيث ان هم ايه يرموا على طول وربنا يستر. وساعة ما حطينا لهم قدامهم ما شاء الله لموا العدس ولموا وقلت له كمان عشان ما كانش متواجد، كان الوقت متأخر، قلت له هات فلارس وبلقم. يعني الخلطة دي شوف مجموعة كلفته قد ايه، يعني مش عايز اقولك بتمن فرد ولا قص. جبنا لهم شوية حلوين لحد ما ايه ما يرموا، اصل هما جوزين لازم يجيبهم شوية، وهيمشي عليهم كده ويدانوا يطمن مثلا كل 5 ايام يمسك ايه صدرهم يشوف العملية بتلحم ولا لا. يعني شوفوا احنا بنتكلم في ايه. فاحنا مش عايزين نوصل للدرجة دي، بس اللي احنا ايه عشان اكلة او اكلتين او نسيان او كده. بصراحة كده، بصراحة كده مش قد التربية وما تربيش، مش فاضي ما تربيش. انت هاوي بس مش فاضي ما تربيش. اما توفق نفسك وتوفق حياتك وتوفق مثلا وقتك في التربية، خلاص مفيش اي مشاكل خالص، ربي براحتك، لا تربي اسود. لكن التغذية اهم حاجة في في شغل الحمام او اليمام او التأكيل او الحاجات دي. وفي الحمام وفي العصافير وفي كل الطيور تدي تغذية تلاقيهم ما شاء الله ادوا معاك، ما اديتش تغذية طبعا تلاقيهم ايه سقطوا منك. خلاص يا جماعة متفقين، أهم حاجة التغذية عشان تلاقي إنتاج. مش عايز إنتاج برضك أكلهم عشان حرام، كده أو كده حرام، لازم كده تأكلهم. إنتاج أو مش إنتاج لازم تأكلهم عشان تحاسب عليهم. ده طير أخرس وأنت حابسه، لو أنت طلقه بقى ما فيش أي مشاكل خلاص. احنا يا جماعة ناخد بالنا من النقط دي عشان النقط دي مهمة جدا. لازم تخلي الفرد عندك بصحة كويسة، معدته مليانة، ريشه ناعم، ريشه متستف، ما يقعش منك. لا احنا مش عايزين الكلام ده كله. احنا عايزين حاجة بصحة كويسة، حاجة تقدر تبيض، حاجة تقدر لما تيجي تطلع تقدر تأكل. الحاجات دي كلها مهمة جدا. عايز تجيب عدس، عايز تجيب فلارس، عايز تجيب بلكم، عايز تجيب حاجات تزود، مفيش اي مشاكل. الحاجات دي كلها برضك حلوة للشتاء وبتدفي، مفيش اي مشاكل فيها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مجموعة هي كبير قاعدة مع بعضها، وبظبط لهم الاكل بتاعهم. مفيش الحمد لله رب العالمين نمسك فرد ولا تلاقيه مشقوف ولا تلاقيه ضعيف ولا تلاقي اي حاجة. لا توزنهم. هتقول انا فاضي، لا انا بطلع لهم مثلا لو لحقت في الشغل اطلع لهم من الصبح شوية، لو ما لحقتش بيبقى زي دلوقتي العصرية بملى لهم العلب خالص تمام واسيبهم وامشي. اجي الاقي حاجات بسيطة ممكن ملاقيش، ابتدي ايه احط لهم تاني، بس مخلي بالي لا يقعوا مني، بحيث ان احنا ايه نفادي كل ده. طبعا شكرا ليكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.